جماعه عملنا الساعه دي المره اللي فاتت، والنهارده عامل لوحه بالخشبه دي هتبقى جامده قوي بجد. واول حاجه صنفرتها كويس علشان اشيل اي حاجه زياده، وشلت بالقطر الحتت اللي كانت بارزه، وصنفرت الفريم تاني. وبعد كده اديلها وش ابيض علشان اعزل الخشب، ودي اسهل واسرع طريقه علشان تدي وش تقيل. سبتها تنشف خالص وصنفرتها شويه، وبعدها عملت بلاستيك اسود علشان ارسم الاماكن اللي هتبقى لونها اسود في اللوحه. وبعد ما نشفت عملت ايبوكسي لون فاتح علشان يعمل رخام في نفسه كده، وجبت احجار ذهبي علشان اعمل الخطوط الاساسيه في اللوحه، وصبيت ريزن اسود تحت وفوق. بعد كده جبت احجار كتير جدا بالوان الديزاين علشان اوزعهم على الحتت الناقصه وعلى الزوايا بتاعه اللوحه، وحطيت في النص احجار شفافه وشويه اسود، وبعدها خطوط بايبوكسي اسود، وجبت كسر ازاز ورشيته فوق وتحت علشان يلزقوا معاهم. وبعد ما نشفت طبعت جمله اللهم بارك هذا البيت على اكليريك اسود مطفي، وحاولت على قد ما اقدر اثبتها في النص علشان لو ما طلعتش في النص انا ممكن اعيد اللوحه تاني. واخر حاجه جبت ذهبي علشان اعمل فريم كله جولد، والجامد انه نفس درجه كل الذهبي اللي في اللوحه. وبعد ما خلصت ما كانش في وقت اصورها قوي، غلفتها بسرعه وحطيت اللوجو بتاعي ده اهم حاجه، بس كنت عايز اغلفها بسرعه عشان تطلع مع باقي الاوردرات علشان كنت اتاخرت فيها جامد. قولوا لي رايكم، فولو لايك لو عجبك الفيديو.